سرعة النت عندي 50 ميجا تقريبا. والابلود 50 ميجا ويعطوني 57. الابلود كويس. 5 يعطوني 6.8. كويس قوي. يعني عكس هنا، هنا لو تقول لهم 20 يعطوك 19 و 18، وبرا في امريكا يعطوك مثلا طلبت منهم 50 يعطوك 57. ما في شيء اسمه مفتاح الابلود. ايش مفتاح الابلود؟ عندنا هنا مفتاح الابلود يعني تدفع مثلا على سرعه 20 ميجا ب 199 ريال، مفتاح الابلود يصير ب 49 ريال، يصير المجموع كله 248 ابلود. طبعا 10 ميجا كاتبين هي ما هي 10، توصل يمكن 6 7، والداونلود لا 19 مو كذا الى 20. لا، اللي عندنا هنا يقول لك 50 50 5 5 واحيانا يزيدوها. الحين انا من اول ما اشتركت عندهم مكتوب في العقد النت 50 ميجا والابلود 5 ميجا وخلاص، هذا اللي كانت مكتوب. بس انا يوم اول ما ركبتها سويت مثل ما انتم شايفين، معطيني 57 الداونلود والابلود معطيني 6، بس لما احمل يعطيني 6.8. والله شيء كويس جدا. هو المفروض يكون ترى 5 يعني. عكس هنا والله. كرم مثل ما يقولوا. طيب كم تدفع شهريا؟ ادفع $50 ثابت، يعني حدود 190 الى 150 350 جيجا في الشهر. يعني سياسه استخدام يعني العادي. يقول لك ايوه موجوده، بس هنا يقول لك 350 جيجا في الشهر، عرفت؟ في الشهر. وانا عديتها. ايوه في الشهر يقول لك انا عديت 350، تدفع على كل 10 جيجا $10. مكتوبه في العقد؟ مكتوبه في العقد، كل شيء مكتوب. يعني يعطوك عقد اول ما تركب الانترنت، يعطوك ورقه عقد كده موقعه تكون عندك نسخه وعندهم نسخه؟ يب كل شيء مكتوب عندك. والله رهيب. هنا تتصل عليهم بالتليفون، ايوه ابغى انترنت، ويجوك بعد اسبوع يركبونه كل حاجه، لا يعطيك ورقه ولا اي حاجه ويمشي. لا هنا عندنا تتصل اليوم بكره يجوك على طول. سويت شكوى اليوم بكره يجونك على طول. ما شاء الله تبارك الله. كيف تعاملهم معك كان؟ يقول لك انا اجيك، واحيانا ترى يقول لك انا اجيك الساعه 1، حجيك مثلا الساعه 1 مثلا في الظهر، يجيك الساعه 1، واحيانا لا يجي 11 10 ونص في الصبح. يعني احيانا يجوا ابكر واحيانا يجوا على الوقت. يعني مصداقيه وشفافيه عندهم. نعم. طيب ادخل على سبيد تيست الحين وسوي لنا. انا داخل سبيد تيست حاليا. رن خلينا نشوف. سويت له رن. كم البنج؟ معطينا البنج 21. ما شاء الله 21 البنج، والداونلود 57 ما شاء الله، والابلود 6. يعني الابلود عندك المفترض 5، معطينك واحد زياده تحسبا انه ينقص او معطيني 1.8 معطيني زياده. هو يقول لك في الموقع 6، بس لما انت تروح تحمل راح يجيك 6.8 6.9. طيب عندك ملف مثلا 1 جيجا، في خلال كم دقيقه ترفعه؟ كم دقيقه؟ دقيقه واحده يمكن اقل بعد. لا قصدي عندك ملف تبغى ترفعه لليوتيوب، عندك مثلا فيديو لك مثلا 500 ميجا، كم يستغرق من الوقت؟ احيانا ياخذ، لا اليوتيوب ياخذ بس يعني حدود دقيقتين 3 دقائق، واحيانا تاخذ 10 دقائق. طيب هنا عكس السعوديه. هنا نتكلم الحين على سرعه الانترنت. هنا بالسعوديه معطينك مثلا الياف تاخذ مثلا 100 ميجا، مو كاتبين اصلا العقد ما في، مو كاتبين انه تحمل مثلا في الشهر 350 جيجا، او يعني لك مو كاتبينها انه لك شيء محدود في الشهر، يعني معطينك نت على عماك. في واحد اعرفه قال ما هي سياسه استخدام العادل هنا في السعوديه، هنا على حسب الكابينه. طيب لو قلنا مثال وجدلا انها يعني من الكابينه هذه حدها مثلا 100 جيجا في اليوم. طيب اذا حدها 100 جيجا، هل كل الناس اللي في الكابينه موجودين حتجيهم النص ميجا؟ ايش ذنب البقيه مثلا؟ يعني مثال انا حملت حول ال 200 جيجا في يوم واحد وعندي سرعه 200 جيجا، هل البقيه بيصير عندهم ربع اذا كانت من الكابينه؟ اذا كان كلام الشخص هذا اللي اعرفه ان لو كانت من الكابينه نفسها معناها
تضعف عند شخص ولا تضعف عند الكل؟ لا تضعف عند الكل. عند الكل ما تضعف عند شخص. ايش معناها عند شخص معين؟ معناها انت حملت اكثر من 100 جيجا او 200 جيجا، معناها هذا حدك. يعني اصلا ما هم كاتبينها في العقد كم تاخذ جيجا، يعني نصب. وضحت لك الصورة؟ يب. طيب يعني شهريا انت الان بتدفع 180 ريال او 185. حلو جدا. هنا يعني اول شيء عقد ما في. اثنين ممكن ما انت عارف ايش قاعد تستخدم. يوم تيجي على النت تحصله مثلا ربع ميجا والله نص ميجا، تكون انت محمل مثلا لعبتين ثلاثة أربعة، النت هبط عندك. هل الناس اللي بالكابينة كلهم بيهبط عندهم كلهم إذا كاملة الكابينة؟ لا طبعا يهبط عليك انت، لانك انت يعني انا لحالي، انا استخدامي الحالي. انا اتكلم على اللي هنا، يعني انا اتكلم على الناس اللي عايشين هنا. معناها انت استخدمت النت حقك وخلصت الجيجا اللي محددين لك هي في السرعه. طب ايش الفائده لما انا اخذ مثلا سرعه 200 ميجا، احمل مثلا 3 أو 4 العاب وبعدين تنقص السرعه؟ ايش الفائده يا جماعه؟ بالله جاوبوني ايش الفائده؟ اخذ 200 ميجا سرعه وادفع عليها 800 وشويه واحمل 6 7 العاب، عديت الشيء المحدود اللي هم محددينه اللي انا ما اعرف كم حدي. المفترض الاتصالات السعوديه هنا يقولوا خلاص يا وحيد انت لك 200 جيجا في الشهر او 300 جيجا، مو كاتبين، مخلينها على عمك. اول ما انت تعدي ال 200 جيجا ال 100 جيجا خلاص صار النت عندك انخفض. ف عندي رحيمي في منطقه اسمها ثول، جيت عنده البيت قعدت عنده 3 ايام. تخيلوا النت 100 كيلو قاعد احمل والسرعه كانت 20. كيف؟ سالته ايش بو النت كذا بطيء؟ قال لي والله يا وحيد انا حملت 135 جيجا في خلال 3 ايام، بعدها النت جلس اسبوع كامل ربع ميجا. هل يا اخوان ابغاكم انتم تجاوبوني، هل سياسه الاستخدام العادل ولا انه الكبيره نفسها خلصت البيانات فيها؟ لو كان خلصت البيانات فيها كان كل الناس اللي موجودين في الكابينه كلهم حيكون عندهم ربع ميجا او 1 ميجا او كم كيلو كذا. سالنا الجيران قالوا لا النت كويس. معناها انت حدك يا فلان مثلا 100 جيجا او 135 جيجا في الشهر، خلصتها 3 4 ايام بيبدا النت يطيح. تيجي تكلمهم يقول لك والله عندنا صيانه. على مين بتضحكوا؟ على قول فيصل قاسم، على مين بتضحكوا يا زلمه؟ عموما يا بيفور جيمر، بس حاب اوضح شغله من ناحيه العقد. والله بالالياف البصريه اي نت تركبه هم يقولوا لك اول ما تركبه ما تقدر تغير، ما تقدر تلغي الطلب نهائيا مده سنه، صح ولا لا؟ نعم ايوه، يعني يقول لك غرامه. ايوه يعني انا الحين مشترك في الدي اس ال، يقول لي اذا لغيت الخدمه بعطيك العلم تدفع فلوس. ايه تدفع فلوس. بعطيك معلومه اس تي سي ما هي ناشره المعلومه دي، والمعلومه هذه صحيحه وانا مجربها نفسيا شخصيا. اوكي. كان عندي الياف بصريه 20 ميجا، وطبعا ايش هو السياسه؟ الحين طلبت نتن صح؟ نعم. اذا قاعد معك اقل من اسبوعين تقدر تلغي بدون ما تدفع، تقدر تلغي الضمان وتلغي الانترنت بدون ما تدفع شيء ترى، بس الشيء هم ما يقولوه. عرفت؟ هذا من ضمن العقد. واول ما دريت فيه قلت خليني اجرب، لان كنت ابى احط 40 ميجا في البيت يوم كنت في السعوديه. ايوه. فكلمتهم قال لي لازم تدفع غرامه. قلت له لا، انا النت عندي ما كمل اسبوعين، واذا ما كمل اسبوعين النت في العقد مكتوب اني اقدر يحط لي اني الغي النت والغي العقد وتاخذون النت من عندي بدون ما ادفع ولا ريال. هنا الموظف اللخم انصدم، يعني هذا ايش عرفه؟ قاعد يرتبك في الكلام. قال لي طيب اوكي طيب اوكي وفصلته؟ خلاص سوى الطلب واليوم ايوه فصلته ورحت سويت بلاغ 40 ميجا وركبوا لي اياه. بس هذا الشيء ما يتكلمون فيه ترى. المفترض في عروض سريه المفترض انه تعال يا فلان يا سامر انت لك مثلا نت 20 ميجا، واللي يجي يركب الفني يقول لك خلاص هذا العقد وقع عليه وتقرا الشروط كامل، تقرا الشروط كامل وبعدين توقع عليه وتعطيه. لكن هنا بدون ما توقع على اي حاجه حتى لو ما يبغى يوقع يقول له انه لك اسبوعين، اذا ما عجبك انك تقدر تفصل اقل من اسبوعين ما يكمل اسبوعين. هو المفترض يتكلموا هم الظاهر مكلمينهم، يعني انه ما يقولوا المشتركين زي كذا.
ايوه وين يربحون فلوس زياده يا حبيبي. طيب بالنسبه لموبايلي ايش رايك فيها؟ شركه سيئه جدا بس بالالياف كويسه. ما بالالاف كويسه. طيب بالالياف سيئه بشيء بسيط. في ناس والله في ناس تشتكي ترى من الالياف، قالوا انه ضعيف السرعه مره ويقطع حاله ابوه بالبلع. ما ادري والله، انا عندي واحد من العيال مركب الياف يقول انه مره كويس معه. بس هل يحمل زيك؟ شوف ايوه يحمل واجد وكل شيء، ما اشوفه عنده مشاكل. يعني اشوف حمل لعبه بلاك اوبس 3 3 مرات في يوم، ما واجهته مشاكل. والله مشكله هذه. يعني دحين خلينا في النت حقك، كم البنج قلت 21؟ البنج الحين سويت تست مره ثانيه واصل 19 ما شاء الله. نقص هو شوف من 19 ل 22 بس، ما ينزل. ما يجي صفر؟ احيانا ينزل اقل. ما يجي صفر؟ الا يجي احيانا يجي صفر. طيب في الاونلاين، نادر في الاونلاين يقطع معاك؟ ابدا لا في الاونلاين ثابت البنج من 20 ل 40 اذا كنت في السيرفرات الامريكيه، اما اذا كنت في السيرفرات الاوروبيه والسيرفرات السعوديه يكون عندي 120 119 كاني في يعني شيء كويس. يعني حسيت بحلاوه النت في امريكا صح؟ والله العظيم ان حسيت بحلاوته واستمتعت بزياده للامانه عشان اكون واضح معك. فيري جود. ها شايفين اخوان انه النت في امريكا سرعات عاليه عندهم 5G بعد. انا نت الحين اللي مركبه 5G 5G وارضي. قلت ايوه 5G، دقيت عليهم قلت لهم اني عندي مشكله في النت، جاء العامل عندي قال النت عنده 4G حطه 5G واشتغل كويس. صار سريع ما عاد جتني المشكله. والله شغال كويس لحد يومك ذا. طيب ما في اي مشاكل. طيب بالنسبه هنا مستعدين يغيرون الكابينه كامله عشان يشتغل النت عندك كويس لانك انت تدفع فلوس له. طيب في شركات ثانيه في نفس المنطقه؟ لا المدينه اللي انا ساكن فيها انا ما اعرف اذا في ولا لا، بس اللي على حسب ما سمعت انه بس في الشركه هذه، لانه المدينه اللي انا ساكن فيها مدينه جامعيه كبيره، جامعيه عرفت؟ يعني شركه واحده بس في ما في. ايوه هذا اللي سمعت يعني، ما ادري يمكن في شركات ثانيه ما ادري، بدور يعني لحد الحين ما ادور. لا في اكثر من شركه، استغفر الله، لا في اكثر من شركه في. بس هذه الظاهر شكلها ارخص شركه مثلا. لا لاني انا يوم جيت استاجرت الشقه اللي انا ساكن فيها حاليا، ايوه اعطاني شركات حق الانترنت، شركات كثير، وانا قالوا لي ان ميديا كم هذه افضل شيء، رحت طلبت من عندهم على طول. التسليك حقهم برا جاهز والعلب موجوده؟ جاء على طول، ركب النت شبكه في ذا وخلاص اشتغل، شبكه في الكهرباء واشتغل على طول. لا برا في كابينه هنا في علبه. الكابينه ما تكون برا، لا الكابينه ما تكون برا، علبه في انا ما اعرف كيف التسليكه عندهم. شايف الرسيفر؟ ايوه يشبكون هذا مدخل الرسيفر في الجدار والنت ويشتغل النت، وان فكيته يفك معك ما يشتغل. الظاهر شكله عن طريق عندهم اعتقد ممكن ابراج كذا حاطينها ما ادري والله، ويلقط منها. والله هذا اللي انا قصدي انا قصدي هنا زي السعوديه، يعني تسليك ارضي، يعني اذا حفروا جنب بيتك يكون عندك الياف زي كذا مثلا. لا مو تسليك ارضي، انا متاكد انه مو تسليك ارضي. والله شيء يعني انا لما اشوف النت يجي ياخذ ويطلع فوق العماره. طيب فك لنا اليوتيوب الان وحمل ملف مثلا 1 جيجا، ابغى اشوف في الثانيه كم يوصل التحميل. جاست اوبن ناو. خلاص انا حشوف مسرحيه حجمها عالي او فيلم او اي شيء او جيم بلاي مثلا. هذه مسرحيه 3 ساعات، شوفوا كم تحميلها، 800 ميجا. اقدر احدد الصيغه بعد. ايوه خليها اعلى شيء وحمل وشوف في الثانيه. ابغاك يعني تركز. واصل 10 ميجا التحميل الحين، 6 ميجا فاصلة 6 ثابت عليه. لا يعني كم كيلو معطيك في الثانيه ترانسفير ريت؟ حجم الملف 800 ميجا، سرعه التحميل 6.1، بعد يخلص بعد دقيقه ونص. لا انت عندك انترنت مانجر؟ لا عندي عندي داونلود مانجر من نفس المتصفح. لا انت ثبتت داونلود مانجر اللي هو اي دي ام ولا لا؟ لا انا عندي متصفح اسمه
باديو على ما اعتقد، هذا في داونلود مانجر في تورنت مع بعض. طيب اللي عندك ستيم كم يوصل في الثانيه لما تيجي تحمل؟ 6.8 ثابت ما ينزل تحتها. لا كاتب لك لحظه انا اشيك على ستيم هنا عندي نشوف. تبي احمل لك لعبه يعني؟ لما تحمل لعبه يكتب لك انا واصل عندي في الدي اس ال البيك اخر شيء وصل 1.6. انت كم وصل عندك؟ كيف اعرف انا؟ كيف اعرف؟ في ستيم نفسه في اليسار لما تيجي تحمل يقول لك نتورك يوسج وبعدين كاتب لك تحت الكارنت والبيك والتوتال. لما تيجي تحمل اي ملف التوتال 17.1. البيك كم؟ البيك ايه مكتوب بيك 1.3 لان احمل ملف حجمه 18 ميجا دوبه يشتغل. 1.3. تبيني احمل لك لعبه؟ لا المفترض يوصل عندك، طالب ان انت عندك 50 المفترض ستيم عندك يوصل كم ميجا؟ يوصل عندي 6.8 وقت التحميل. بس لان الحين انا يوم سويت ابديت اللعبه 6.8 يوم سويت ابديت اللعبه اعطاني 1.3. 6. ايوه يوصلني 6.8 ثابته. ها ترى ستيم ترى يسحب السرعه صح رهيب جدا. ايوه بس قلت لك يعطيني 6.8 في المتصفح، يعطيني 6.8 في ستيم، في كل البرامج حتى في الاكس بوكس سابك وايرلس يعطيني 6.8. الحين النت عندي في الصاله، انا لما اكون في الغرفه واقيس السرعه ترى يعطيني السرعه ثابته وهو وصلني لبرج واحد بس تخيل. ما شاء الله تبارك الله رهيب جدا والله. عكس انا كان عندي الحين شوفوا واصل 5.1 مثل ما انتم شايفين. انا كان عندي 5 جيجا اللعبه. كان عندي واحد اسلم جاي من امريكا قبل 3 شهور قال لي والله النت هناك صاروخ لا ينقص ولا اي حاجه، يعني مورينك كم حدك وفي العقد كل شيء، مورينك حقوق بالعربي. ايوه حقك كم والاشياء هذه كم. هنا والله حقك مهضوم. حسامر والله النت مشكله ترى في السعوديه. انا عارف مشكله كبيره ولازم تنحل، وبالذات هنا الحين في جيل تطور قاعدين نطور والنت برضه زي كذا، بس يمكن بعض المناطق في المملكه انا شايف اغلب في المملكه لا لا انا شوف انا ما ابغى بعض المناطق. شوفوا يا جماعه بدقيقه خلصت مسرحيه حجمها 800 ميجا، خلصت بدقيقه و40 ثانيه. معطيك كم؟ المسرحيه 6 فاصلة المسرحيه 3 ساعات و40 دقيقه، عرفت؟ ما شاء الله. حجم المسرحيه 800 ميجا، حملها في دقيقه ونص. ما شاء الله تبارك الله. عموما الوقت داهمنا وعرفنا الفرق بين الانترنت حق السعوديه وحق امريكا. هذا في امريكا وفي ولايه، كيف لو كان في ولايه ثانيه او في مدينه ثانيه او في دوله ثانيه؟ يعني ازفت النت عندنا هنا في السعوديه ماخذين فلوسك مو مقدمين لك خدمات ما انت عارف حقوقك، واذا جت عليك فواتير يا رجال في الفيديو يسرقون مليارات في الشهر الواحد وفوق ال 50-60 ألف. جت شكوى في اكثر من 50,000 واحد راح اشتكى على اس تي سي، ولا حياه لمن تنادي. هيئه الاتصالات ما ردت لان اس تي سي تابعه لهيئه الاتصالات. ايوه هيئه الاتصالات هي اس تي سي كلهم زي بعض، كلهم زي بعض يعني. ايوه هم واحد، يعني تشتكى على مين؟ يعني حقك مهضوم. ما في نت، يا انك يكون عندك واسطه وبوك مرتبته عاليه ويعرف واسطات الدنيا ويضبطك في اس تي سي، عرفت؟ او انك تدفع وانت ساكت وتاخذ الربع ميجا وانت ساكت بس. ايوه او انك الحل الثاني تشتري لك اللابتوب بالعاب وتروح المقهى وتقعد يلا روح حمل العابك هناك وتحمل العاب على هارد ديسك وتلعب وخلاص انتهى الموضوع. العابك على هارد ديسك، مقهى الساعه ب 10 ريال انتهى الموضوع. تشتري كل شيء سريع. عموما كذا وصلنا لنهايه الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناه ونشر الفيديو، وقناه سامر الدوسري في الوصف. نشوفكم على خير، مع السلامه. السلام عليكم.